السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مقلق العالم كامل، خصوصا منطقة الشرق الأوسط. الصراع بين إيران وإسرائيل، شنو السبب ديالو وفين وصل وشنو ممكن يوقع؟ خليكم معايا لنهاية الفيديو حيث غادي نعطيكم تفاصيل مهمة بزاف اللي قليل فيكم اللي كيعرفها. اذا كيفاش بدا هذا الصراع اصلا؟ باش نفهموا شنو واقع دابا خاصنا نرجعوا شويه للور. ايران واسرائيل عمرهم ما كانوا صحاب من نهار داروا الثوره الاسلاميه في ايران عام 1979، والنظام الايراني بقى كيعتبر اسرائيل عدو كبير وكيان محتل وكيطالب بالزوال ديالو. من تما ايران بدات كتدعم مجموعات مسلحه في لبنان وفلسطين بحال حزب الله في لبنان، حماس والجهاد الاسلامي في غزه، والحوثيون في اليمن. كل هاد الجماعات ضد اسرائيل، ايران كتسميوهم المقاومه. اما اسرائيل كتشوف هادشي تهديد مباشر وكتهم ايران بانها كتبغي تحاصرها بصواريخ وميليشيات من جهات مختلفه. شنو واقع مؤخرا وخلى الوضع يسخن بزاف؟ في اكتوبر 2024 اسرائيل دارت هجمات دقيقه بزاف وقتلات قاده مهمين تابعين لايران والفصائل الحليفه لها، ومنهم اسماعيل هنيه زعيم حماس وحسن نصر الله زعيم حزب الله. هاد الهجمات خلات ايران كتغلي، ومباشره بعد ايام ايران صيفطت صواريخ باليستيه على اراضي اسرائيل في واحد الرد اللي كان هو الاول من نوعه بحال هكا. ايران بدورها ما سكتاتش وردات في هجمات جويه مباشره على مواقع عسكريه في ايران، وبالخصوص مراكز نوويه ومخازن ديال السلاح. هنا العالم كامل بدا كيهضر على حرب شامله ممكن تندلع، تهديدات بين الطرفين، كل طرف كيدير رد بشكل. المرشد الاعلى في ايران خرج وقال غادي ننتقموا وغادي نضربوا حتى امريكا اللي كتعاون اسرائيل. من الجهه الاخرى نتنياهو قال ايران دارت خطا كبير وغادي تخلص الثمن غالي، يعني ماشي غير شد وجذب اعلامي ولكن تهديدات ممكن تنفذ باي لحظه. شكون كاين وراء كل طرف؟ اسرائيل كتعاونها بزاف الولايات المتحده الامريكيه وكتعطيها دعم عسكري استخباراتي واقتصادي، وكاين دول اوروبيه حتى هما كيدعموا اسرائيل ولكن بحذر. ايران عندها تحالفات مع روسيا، سوريا، حزب الله، الحوثيين وبعض الميليشيات في العراق. وهنا كيبان لنا بلي المواجهه ماشي غير بين دولتين ولكن بين محاور كامله. شنو تاثير هذا الشيء على العالم والمنطقه؟ اسعار النفط تزادت حيث اي حرب في الشرق الاوسط كتاثر على السوق العالمي. اما دول الخليج فولاو خايفين حيث كاين احتمال ايران ترد عليهم حتى هما. امريكا وروسيا كيحاولوا يدخلوا باش يتحكموا في التصعيد ولكن ما بيناش نيه تهدئه. شنو وقع دابا في 2025؟ في شهر يونيو 2025 التوتر باقي وكل نهار كاينين تهديدات وعمليات محدوده. ما كايناش حرب شامله ولكن الميدان مفتوح. كاين هجمات الكترونيه، قصف بالطائرات بدون طيار، هجمات على السفن في الخليج، وحرب اعلاميه كبيره. يعني الاجواء مشحونه واي خطا صغير يقدر يولي فتيل لحرب كبيره. واش غادي تكون حرب كبيره؟ خبراء كيقولوا باللي الا ما دخلتش الدول الكبرى باش تهدي اللعبه الامور غادي تنفلت. لكن حتى ايران واسرائيل ما باغينش يخسروا كل شيء، يعني كل واحد كيلوح بالوراق ديالو ولكن كيبغي يتفادى المواجهه الشامله. الصراع بين ايران واسرائيل ماشي جديد ولكن دابا وصل لمستوى خطير بزاف. كاين دعم ميليشيات، سلاح نووي وتهديدات عالميه. المنطقه كلها في خطر والعالم كيراقب شنو غادي يوقع. وكيف ما العاده، الى عجبكم المحتوى ما تنساوش لايك واشتراك في القناه وتعليق.